600 دينار جزائري هو سعر الكيلوغرام الواحد من السردين اليوم بالأسواق الجزائرية. الارتفاع المهول في أسعار السمك جعله يغيب مدة طويلة عن مائدة الجزائريين، وتعود الأسباب حسب الصيادين إلى ندرة الأسماك، وهو ما جعل السعر يرتفع مقابل انخفاض العرض. بالك ما ما يصحلوش أيضا بالك، وكاين ديكورون كاين بالك 4 موا بالك موفيتون بالك الاخرين ما يخرجوش ايضا، وكاين بالك 4 موا الاخرى صياده مغلوقه ايضا، وكاين بالك 4 موا اللي يخدموا فيها شويه بالك تم يطلع الحوت. أما سبب الندرة فيرجعها البعض الآخر إلى أسباب أخرى متعلقة أساسا بالبيئة. الحوت هذا لازم له نقاء وبيان بروب، البرودوي شيميك راهو كاع في البحر، كاع لي بلاستيك الخماج هذاك، الحوت ما يرعاش مليح، يهرب يخايل كيما العبد. في حين أن قلة العتاد وقدامه يساهم أيضا وبنسبة كبيرة في ندرة السمك والارتفاع المشهود في سعره، وهو ما أكده أحد الصيادين الذي كان متواجدا بالمسمكة بالعاصمة. الماتريال بزاف غالي ايضا، راه بالك الشبكه السامي تاع السردين وهاي دير بالك 600 مليون. اش ناقص غير اللي تسبي شبكه راحت له لي ماي باش يصيد، هو ما كاش الماتريال وينقوا البحر يصدق. ومهما اختلفت الأسباب يبقى المواطن الجزائري محروما من هذا النوع من اللحوم الذي كان لا يغيب عن مائدته في انتظار حل يضع حدا لهذا الارتفاع العجيب في الأسعار.